ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. خلاص رمضان بيخلص، مش عارفة اصلا بجد هو بدأ امتى. الايام بتعدي بطريقة رهيبة. هو طبعا طول عمره وايامه كده بتعدي بسرعة لانها طبعا جميلة، فكل الايام بتاعته بتعدي بسرعة جدا. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب العالمين. هنبدأ بقى خلاص تنظيفات العيد بتاعتنا. انا نفسي اخلص قوي بدري قبل العيد يعني بشوية حلوين كده، ب10 ايام نفسي اخلص يعني اليومين دول. عشان طبعا العشرة الاواخر وكمان ما نجيش بقى كده يوم العيد يا باشا الحاجة اه يا ظهري اه يا رجلي، الحاجات الزنقة اللي احنا بنزنق نفسنا فيها. طبعا في حاجات مش بنعرف نعملها، يعني الفرش والكلام ده خصوصا عنده اطفال مش بعرف يفرش غير يعني يا دوبك قبل العيد بيوم بالكتير كده عشان البيت يعني ايه يبقى نضيف. لكن عايزه اخلص كل التنظيفات بسرعه. هحاول يعني على قد ما اقدر طبعا. انا بحاول ان انا اعمل كل يوم حاجه. اليوم طبعا بيعدي بطريقه رهيبه لو انا ما صحيتش بدري ان انا اخلص حاجه قبل ما ابدا ادخل المطبخ. بتدخلي المطبخ بتشفطي كده ما بين الفطار، لو هتعملي حاجه حلوه هتعملي عصير اليوم بيضيع. بتيجي بقى بعد الفطار متنحه كده مش عارفه تعمل اي حاجه، بتاخد وقت كده ما يعني بتفوق. فانا عملت شويه حاجات كده بقيت اعملها الصبح بدري، يعني بس بودي بنت الحضانه مش بدري ولا حاجه، يعني على الساعه 10:30 كده اوديها الحضانه وابدا ان انا اشتغل شويه. لو انجزت كده يعني لحد الظهر، لحد مثلا الساعه 12:30 او الساعه 1، خلاص كده أبقى خلاص تمام. ابقى انجزت حاجه كويسه جدا بقى، وابدا بقى ادخل بقى في المطبخ والعصير والحاجات دي. فانا عملت في اليوم ده شلت الستاير بتاعه الصالون، وانا عملت الصيني لمعت الفضية والحاجات اللي فيها، بس بصراحة ما صورتهاش لان الصور بتاعتها بتبقى مش واضحة. دي الدورة يا بنات اللي انا بعمل عليها الستاير، اللي هي دورة الفراشة دي. هي بتبقى نص ساعة ودرجة الحرارة 30، فيعتبر ما فيش درجة حرارة، والعصر بتاعها بسيط. فبتطلع الستاير تحفة جدا، وما يعني ما بتعملش فيهم اي حاجه، خصوصا الستاير ما بيبقوش يعني متوسخين ولا بقع ولا كده، هي شويه تراب وخلاص. فهي جميله جدا جدا. عمري يعني ما حطيتهم بقى في طبق وانقعهم واشطفهم انا والكلام ده، لا، هي الذره دي طول عمري بعمل فيها. وجميله جدا وبتطلع الستاير زي الفل وما فيهاش اي حاجه. وبعدين بقى ايه، دخلت ان انا في حاجات عندي عايزه تتغسل، وفي حاجات ان انا يعني ايه هغسلها، اللي هو الغسيل اللي على الناشف ده. وتمام يعني متاكده ان هي نضيفه وما فيهاش حاجه، بس انا عشان شويه لو في ترابه لو في عشان تبقى ريحتها حلوه وهويها وكده، فشريط الطرق عندي نضيف ما فيهوش اي حاجه خالص. انا اصلا فرش عليه حافظه شريط، فيعتبر ما فيش غير جزء بسيط قوي اللي باين منه، اللي متبقى من حافظه. فهو نضيف ما فيهوش حاجه، بس عشان طبعا افرشه كده ويبقى حلو. ريحته كويسه ومتشمس وكده، فانا بطنته بشويه برسيل جل واللي هو بتاع المفروشات، بصراحه ريحته حلوه قوي. عملت حطيت الاتنين على بعض كده وشويه ميه ومشيت عليه كده بالفرشه وشمستهم. كانت شمس يومها حلو. انا بنقي اليوم، يعني انا لما بقوم في اليوم احس ان الجو دافي كده، اقوم عامل في الحاجه اللي عايزه الشمس تكون كويسه. يعني مثلا طابتين السجاجيد اللي هي الغسيل بتاعهم اللي على الناشف، لو انا عايزه اغسل شريطه وانا عايزه اعمل اي حاجه من دي، فبعملها في اليوم اللي هو يكون مش اليوم اللي هو مغمم او فيه هوا وكده، كمان عشان الهوا ما يطيرش الحاجات دي. وعملت برضو السجادة دي، انا كنت عملت سجادة الصالون وسجادة اللي هو في السفرة والشريط بتاع السفرة. عملتهم قبل رمضان بكام يوم، وقمت عندهم وفرشت الحفاظات لان المكان ده عندي يعني ما فيهوش استخدام. فكنت سايبه بس سجادة الانتريه عشان هي قعدتنا كلها فيها، وكمان عشان الجو بيبرد. فقلت خلاص يعني اعملها بقى وعينها. انا كنت عايزه اسيبها كمان يعني شويه كده، بس ايه مش عايزه اقعد اقول اسيب دي واسيب دي واسيب دي وكده، فما هيبقاش في وقت ان انا اخلص كل ده. وزي ما قلت لكم انا عايزه كمان اعمل يعني النواعم بتاعه العيد وكده، فكل الحاجات دي بتبقى عايزه وقت ومجهود فمش عايزه اكلبس على نفسي. بعمل حاجه بحاجه كده بسيطه وتكون بدري شويه. غسلت برضو سجاده المطبخ، انا هغسلها وخلاص بقى هعينها، ما عدتش هفرشها. عندي بقى شريط كده، في شريط كده عندي بتاع المطبخ، فانا بفرشه يعتبر في الايام اللي يكون الصيف والايام اللي بتدفي بقى اسهل طبعا من السجاده.
بشيله وانضفه كده واحطه بسرعه والمع. فالصيف بحب افرش فيه الحفاظات والحاجات الخفيفه عشان على طول عايزه اشيل والمع وكده. الصيف طبعا في الشتاء لا، بنبقى عايزين حاجه اللي تدفي وما بنشتغلش كتير، فبفرش بقى اللي هو السجاد اللي هو التقيل والكبير وكده. دخلت بقى، انا عملت دول بقى بعد الفطار، لان انا يعتبر يعني قبل الفطار ضغط بقى على الميه وكده، فمبقاش فيه، ما بتبقاش ساعات كتير بتبقاش موجوده وبتبقى ضعيفه يعني. فمعظم الحاجات تبقى فيها ميه بقى وغسيل وكده، فتلاقوني بعملها بعد الفطار، اما الميه تشد بقى وكده والناس تهدى وتدخل تنام عشان تسيب لنا فرصه ان الميه تبقى موجوده عندي. برضه غسلت السجاد ببرسيل جل وبتاع المفروشات ده. هو طبعا في اصلا شامبو للسجاد، بس انا يعني كستلت وهو حاجه واحده، وعشان حاجات اسعارها غاليه وكده وكله بدي نفس النتيجه. هو البرسيل الجل عشان لو في بقعه كده كده هيشيلها، وبتاع المفروشات برضه لو في بقع بيشيلها برضه جميل، وفي نفس الوقت بيخلي الريحه حلوه قوي، بيخلي لحد دلوقتي ريحه الحمام تحفه. بحط السجاد واغسله كده الغسله واسيبه بقى يتصفى، عشان اما انشره طبعا ما ينقطش وكده، وكده كمان يبقى خفيف عليا وانا بنقله. بالنسبه بقى للنيش، انا برضو كنت عملته يوم ما انا عملت الفضيه، بس سبت الجزء ده لان كان المفتاح بتاعه كان مكسور، وعقبال بقى اما انا حاولت ان انا انزل واشوف مفتاح تاني وكده، كل ما اجيب مفتاح ما كانش بينفع عليه، لحد الحمد لله لما لقينا مفتاح نفع وكده. شايفين التراب اللي في النيش ده يعني بعتبر انا بعمله كل سنه، ده انا كنت اول جوازه قعدت كام سنه ما اعملوش، ما كانش بيبقى مطرب خالص. مش عارفه هو من ساعه ما انا بدات اعمله هو اخد عليا ولا ايه. لقيته مطرب بالطريقه دي. الحاجه اللي جواه ما بتبقاش مطربه يعني قوي، بس بتبقى برضو مطربه، لكن هو بيبقى باين عليه قوي اللي هو الارضيه بتاعته زي ما انتم شايفينه كده، فببقى حاسه ان هو لا باين عليه. ده الطريقه بتاعتي لما بعوز ان انا اغسل حاجه، بجيب طبق كده واقوم يعني حاطه في الطبق ميه، وبقوم حاطاهم في الميه كده، واقوم طالعاهم مصفيهم على فانيلا قطن، تيشرت قطن، اي حاجه عندك مش محتاجاها بس تكون طبعا نظيفه وناشفه، بصفي عليها. وبجيب برضو فوطه نظيفه ببلها بشويه ميه، وده الحاجات اللي انا مش عايزه بقى ايه ان انا اغطسها في الميه. طبعًا لو أمّا بيكون حاجة فيها دهبي وكده لأ، ما باعملش فيها كده عشان أنا هاقفل عليها تاني ممكن تتفاعل، تطوّس، تبوظ كده لأ. باعمل هي الحاجة ديًّا الطقم ده ما كانش فيه دهبي أو كده، صيني بس عادي، فعملته كده. لكن الكوبايات اللي بالاقي فيها دهبي والحاجات دي باخاف عليها، فمش باعملها كتير، يعني زي الطقم ده ما عملتوش. الحاجات دي والله هي شكلها حلو وكل حاجة، بس إحنا ما بنستخدمهاش، يعني أنا هنستخدمها في إيه؟ أكيد يعني مش هييجي لي ضيف واروح اقدم في الطبق اللي هو بخصوص اللي هو يا تغسليه والحاجات دي والله يعني في الوقت اللي احنا فيه ده ما ملهاش لازمة. يعني لو واحدة بتجهز وبتتجوز وكده ما تجيبيش حاجات ملهاش لازمة وحاجات تتحط في النيش وكده. هو انا شايفة ان انا الايام دي يعني طبعا اللي هو ضرفتين النيش اللي هم بيبقوا صغيرين مبياخدوش حاجات كتير، وده احسن طبعا عشان حرام الحاجة غالية وملهاش لازمة ومقفول عليها. بنشيلها يعني شبه المتحف كده، بنشيلها نلمعها ونشيل من عليها التراب ونرجع نحطها تاني ونقفل عليها. في حاجات بصراحة ليها لازمة وانا بحبها، يعني بحب الكاسات والكوبايات والحاجات دي، انا عارفة ان انا كده كده ان شاء الله هيجي لي وقت واستخدمها، بس طبعا يعني مش هبالغ فيها يعني. الكلام ده كان زمان، اللي كانش الحاجة غالية كده فاحنا كنا بنستهبل شويتين تلاتة. لكن الوقت لا، صعب ان انت تجيبي كل الكميات دي والكاسات دي والحاجات دي. بالنسبه لي انا بحب الكاسات والكوبايات والحاجات اللي انا عارفه ان انا هستخدمها. انا بكسر بصراحه بكسر كتير، مش طبعا ببقى قصدي بتقع مني تتخبط، ممكن والله من غير اي حاجه تلاقيها اتقسمت نصين كده. ففي حاجات بتنفع وفي حاجات لا بتفضل محطوطه كده ملهاش لازمه وغاليه غاليه قوي. يعني على ايام انا كنت بجوز الحاجه ما كانتش غاليه كده، يعني ما كانتش غاليه بالطريقه دي، لا كانت طقم كوبايات ممكن تجيب طقم كوبايات 25 جنيه ب30 جنيه، طقم شربات ب300 جنيه مثلا 400 جنيه على ما اتذكر، يعني برضه انا بضرب يعني اي ارقام. فكان الموضوع يعني ملموم شويه، لكن الوقت الوضع صعب قوي يعني قوي قوي قوي. اقل حاجه بقت بمبلغ، اقل حاجه اللي هي بسيطه قوي بقت بمبلغ، فلا ملهاش لازمه. يعني انا مش شايفه بصراحه لازمه للصحاري الكبيره اللي هي بتاعه النيش دي، مش شايفه لها اي لازمه خالص. كفايه صحاري بتاعه المطبخ اللي انت هتستخدميها، الاطباق اللي انت هتستخدمها. ولو ان برضو الصحارى بتاعه المطبخ بقى فيها فناجين وكوبايات وحاجات من دي متلاقيهاش لازمه قوي في المطبخ، لان اكيد انت بيبقى عندك طقم فناجين تاني. في حاجات بتبقى اللي بتتباع فرداني لوحدها بتبقى احلى واشيك، فما عادلهاش لازمه يعني الحاجات دي.
ولا اسمع ان انا السحارات الصيني اللي هي الكبيرة دي بتقطع مبلغ الوقت كبير قوي قوي يعني. لا حرام حرام، ممكن احنا نبدلها بحاجات بسيطة من كاسات شكلهم حلو. يعني نقلل على قد ما نقدر الحاجات اللي هي ملهاش استخدام وملهاش لازمة، عشان حرام الاسعار غالية قوي. انا بصراحة بحب الحاجات بتاعتي، وكل شوية اقعد اقول يعني ايه جميلة جميلة ما شاء الله. عسل عسل. خلصت التلميع، وانا في يعني بقيت الناس معرفتش ان انا اصوره لكم وانا بعمله، لانه ما بيجيش بيجي بقى فيه المرايات وبتعكس والضوء وكده ما بيبقاش واضح، فقلت ما اخلص بقى اديكم كده نظرة كده سريعة لطيفة خفيفة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم وشجعته كده ولو بحاجة بسيطة. لو حد لسه وراه حاجة ما عملهاش يقوم كده يعملها بسرعة و... ويتشجع كده. انا عارفة ان الجو برد، بس ايه، نشجع بعضنا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.